ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في قتل كعب بن الأشرف اليهودي. وكان هذا الرأس من رؤوس اليهود يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء إساءات بالغة للمسلمين ويشبب بنسائهم، يشبب بنساء المسلمين. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له رجال من الأنصار من الأوس، انتدب له رجال من الأنصار من الأوس. قال الإمام بن كثير رحمه الله: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين. وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف أي من ينهض لقتل هذا اليهودي الخائن الماكر الذي آذى الله ورسوله يعني يشبب بنساء المسلمين ويذهب إلى الكفار المشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء دينه، يستحثهم ويستنهض عزائمهم لمعاودة القتال للمسلمين. وهذه كلها من الخيانة وعدم الوفاء بالعهد. فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال: فانتدب له رجال من الأنصار من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، والأطم كما عرفنا الحصن المبني من الحجارة، يقال أطم وأطم. فاستنزلوه من أطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهم للتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. ومما جاء في المصادر عند ابن إسحاق أن أبا نائلة قال له معرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام موهما لكعب، قال: كان قدوم هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام علينا بلاء من البلاء، كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس. ذكر له كلاما من هذا القبيل. وجاء في صحيح البخاري: فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه محمد بن مسلمة فقال له: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة. إن هذا الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا أي أتعبنا. نحن دخلنا معه في الإسلام وسألنا صدقة وعنانا يعني أتعبنا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: فاطمأن إليهم واستسلفوه مالا. قال: ماذا ترهنون؟
ماذا ترهنونني إذا أعطيتكم المال؟ وقال لهم قال لهم أولا كما جاء في بعض المصادر ترهنونني نساءكم، ثم أيضا قال لهم ترهنوني أبناءكم، فقالوا نرهنك يعني آلات للحرب عندنا نرهنها حتى نعيد لك ما استسلفناه منك. الشاهد أنه اطمأن إليهم فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله. وجاءوا من آخر الليل وكانت ليلة مقمرة يعني في وسط الشهر، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه. الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه يعني وهم يعملون على قتل كعب بن الأشرف، أصابه سيف من بعض أصحابه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرحه فبرئ من وقته. قال ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، وهذا أيضا مما زاد الرعب والخوف في اليهود. فقال فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن قتل كعب بن الأشرف، ذكر في كتابه البداية والنهاية أن قتل كعب بن الأشرف كان على يد الأوس بعد وقعة بدر. ثم إن الخزرج قد قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق وهو من كبراء اليهود بعد وقعة أحد. وكل من القصتين، قصة قتل كعب بن الأشرف وقصة قتل أبي رافع بن أبي الحقيق، كل منهما ثابتة في صحيح البخاري، ساق كل من القصتين الإمام البخاري رحمه الله بتمامها في كتابه الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام بعث رهطا من الخزرج إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بيته ليلا وهو نائم فقتله، كما ثبت ذلكم في صحيح البخاري. وكان هذا الذي هو أبو رافع من كبراء اليهود، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الأعداء.